حبايبي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصراحه انا كنت رايحه مشوار وقلت اجهز معاكم عشان تقولوا لي رايكم في الاوتفيت اللي انا هلبسه النهارده. فكنت هصور الهدوم بس قلت لا، من اول الفيديو خلينا مع بعض. زي ما انتم شايفين طبعا بشرتي مش حاطه فيها حاجه، انا مظبطه حواجبي بس، وحاطه ده على شفايفي لان انا حاسه ان بهتانه. فاول حاجه هعملها ان انا هرطب بشرتي. المفروض ان انا احط سيرم الاول، ايه رايكم؟ استنى طبعا هقوم ادور عليه. طبعا انا ما لقيتش السيرم اللي هو سيلات ده. المفروض ان انا عندي اتنين، واحده خلصت وواحده مليانه. بس انا خايفه يكون ابني قام بالواجب. المهم هحط من السيرم الكوري ده، هو حلو بصراحه، هو ده بتاع بنتي مش بتاعي. ف هحطه النهارده بدل اللي انا مش لاقيه ده. تغيير الفصول دي بتخلي البشره في حاله صعبه. بحس ان انا بشرتي في تغيير، او انا نفسي بتغير في تغيير الفصول. يعني بين الفصل ده والفصل ده، الشتاء داخلين دلوقتي على الربيع، بحس ان انا مجهده بشرتي مجهده، وانا مجهده وجسمي وعظمي مجهدين. حاجه صعبه بصراحه. مش عارفه انا بحس الاحساس ده لوحدي ولا انتوا معايا كمان، مش عارفه بصراحه. تغيير الفصول ده بالذات بحس بارهاق شديد. المهم طبعا زي ما انتم شايفين انا حطيت السيرم على محض الصدفه كده. بدور في الكريمات اللي عندي. طبعا جنى بتحب الكريمات، جنى بنوتي الكبيره بتحب السكين كير بقى، والحاجات بقى اللي ليها علاقه بالبشره ومش عارفه ايه، تحب تهتم بالموضوع ده زي خالتها. المهم بص لقيت عندها الكريم ده، قالت لي الكريم ده حلو قوي للحبوب. انا جبته مش عارفه من اوريجينال. بصراحه انا مش يعني ما اعرفش قوي ايه الموضوع، بس خدوا سكرين شوت لان انا جربته كذا مره. كان عندي حبوب هنا اهو في خدي، اللي هي مش حبوب، اللي هي اسمها ايه اللي تحت الجلد دي، اللي هي الحبوب البيضاء اللي تحت الجلد، مش فاكره اسمها. المهم حطيت منها، كان عندي طالعه من رمضان الحبوب دي مبهدله وشي من هنا. تحسوا ان هي ايه، انا عايزه اجيب لكم اسمها، مش فاكره اسمها. مش مهم، يعني اللي هي الحبوب البيضاء اللي هي تحت الجلد دي، فاهمين قصدي؟ فبقيت اشتغل على بحطه بالليل مثلا، وبحطه ممكن الصبح لو انا نازله، او اثناء النهار لو انا حتى مش نازله، يعني اقصد اقول يعني. لقيت ان الحبوب دي يعني خفت خالص، اللي هنا راحت تماما، وهنا في كام واحده بس كده. ف حبيته بصراحه. بحط هنا كمان، معرفش ليه بس معرفش حباه. بتحس ان هو كده زي فيه نعناع او حاجه، تحس ان هو بيرفرش البشره، فاهمين قصدي؟ بينعشها، خلينا نقول. بس كده حطيت الكريم. طولت عليكم وعماله الوك انا في مش عارفه في ايه. طبعا بحط كريم شي ان. طبعا المفروض ان انا اسيب كل حاجه تاخد وقتها، بس انا مستعجله بصراحه مفيش وقت. بحط كريم شي ان. طبعا شي ان ايه، شان، معلش خليكم معايا، فاهمين قصدي اهو، عشان انا لو اتلخبطت في الاسم يا جماعه تبقى انتوا فاهمين ايه الموضوع، تلحقوني. شان للبشره الجافه. طبعا انا اتكلمت عنه في فيديو لوحده قبل كده، لو عايزين تعرفوا التفاصيل ادخلوا على الفيديو هتلاقوا تفاصيله بالكامل، وممكن هحطه لكم في الديسكريبشن بوكس وتدخلوا تشوفوا الموضوع ايه. حلو قوي قوي بصراحه للبشره الجافه، انا ما اثرش معايا في حاجه بصراحه. ولو انت بشرتك دهنيه بيبقى فيه منه بس على شكل جل. حلو برضو البشره الدايما، في منه برضو غسول، وفي منه ليب بالم للشفايف، بس انا بصراحه ما جربتش الليب بالم لحد دلوقتي، فلما اجربها هقول لكم. رطبت بشرتي، طبعا الباقي بحطه كده على ايدي، ده لازم واساسي. رطبت بشرتي زي ما انتم شايفين. النهارده انا عايزه احط اسمه ايه ده، كريم اساس وخافي للعيوب. هو المفروض ان هو اسمه ايه، بي. انا معلش يا جماعه في المسميات النهارده انا مسقطه شبكه اصلا. من مايت سينما. انا كنت بستعمل ايه الاول وكنت حباه جدا جدا جدا، اللي هو من اماندا، ودرجتي فيه 0.3. تحفه وخفيفه على البشره، وبتحسي ان انت ناتشورال قوي، ومش بيعمل خطوط ولا بيجير ولا اي حاجه. تحسي ان انت حاطه وهو اتفرد على وشك، فتحسي ان هو ده وشك، فاهمه قصدي؟ حلو جدا
بحبه جدا. وعايزه اقول لكم على حاجه، ان انا في المناسبات عادي قشطه ان انا انزل بيه واروح بيه وحاطه. يعني في كنت برضو منزله لكم، كنت رايحه فرح ومجهزه نفسي الفرح، وكان ده بدل كريم الاساس، انا ما حطيتش كريم الاساس اصلا على وشي، فكنت مستخدمه ده وما اثرش معايا لاخر الفرح. والله ممكن حد يقول عليا انت مجنونه ازاي هتحطي بيبي وتنزلي الفرح مش عارفه. المهم انا مرتاحه. فككوا بقى. النهارده هنجرب ميه سينما. هو انا جربته بصراحه 3 مرات قبل كده، بس خلينا هنحط النهارده برضو مع بعض. بس في حاجه بقى، ان انا ما بقدرش احط منه كده، لان هو بيجير وناشف جدا وعايز بشره فيها زيوت، فيها مش حاسه كده. فبعمل ايه؟ باخد كده وبحط كريم، اي كريم بقى طبعا من اللي انا استخدمته، بحط كريم عليه شان وبخلطهم ببعض، لان بحس ان هو ناشف قوي مجير قوي، مش في حاجه غلط، بس المهم بطريه كده، بظبطه واعمله كده. خلينا بس مش ما نطولش مده الفيديو. بصوا زي ما انتم شايفين فردته على كامل بشرتي. هتيجي الخطوه اللي بعد كده. ده الميك اب تقريبا ان انا بعتمده وانا نازله في كل الاوقات، يعني لو هزود حاجات بسيطه او هقلل حاجات، بس ده تقريبا اللي انا بنزل بيه. طبعا البلاشر من ان ده درجتي فيه 12 درجه. دي بني على خوخي، مش بني، لا مش بني، عشان لو بني ما كانتش هتبقى حلوه عليا. خوخي كده، فبحبها قوي على بشرتي، بتيجي حلو جدا على لون بشرتي، بحس انها لايقه على هدوم كتير جدا ومش بتاثر معايا في حاجه. وكان ب 33 جنيه، معرفش دلوقتي هيبقى بكام. ايه الخطوه التانية اللي انا بعملها برضو، بس الفرشه بتاعت لا استنى، بالفرشه مثلا دي اقوم جايه كده على جفني كده من فوق، الجفن من فوق كده، واقوم جايه ماسكاها كده بالشكل ده، واقوم جايه ايه عامله كده. وبعد كده احط المسكره والروج وشكرا على كده. لو حابه تزودي او كده، شايفين بنفس البلاشر. هحط مسكره وارجع لكم. طبعا مسكرتنا القمر دي من اماندا. المسكره دي تحفه يا بنات، وكنت متكلمه عنها في فيديو كامل، هي ومسكره كانت سيبال. كنت متكلمه بالتفصيل. اللي حابب يتفرج على الفيديو برضو هسيب لكم الفيديو في الديسكريبشن بوكس، تتفرجوا عليه وتشوفوا كل اللي انا اتكلمت عليهم بالتفصيل التفصيل. بس مبدئيا دي المسكره اللي انا حطاها، بس ما خلصتش، دي تقريبا اول طبقه، فبحب اكتر بصراحه. بحب المسكره تبقى تقيله. بس الخطوه اللي بعد كده هنحط الروج، وهختار باليت الروج اللي هي من شي ان. برضو انا كنت كلمتكم عن الباليت دي قد ايه خطيره، بس انا مش هاخد لون بصراحه صريح، هدمج درجتين مع بعض. انا هلبس ايه ممكن دي ولا استنوا كده هختار واقول لكم. انا اخترت الدرجتين دول اللي هي 0.3 و 0.1. هحط الاول 0.3، تحسوا انه مدي على بنيات اكتر، مش بنيات، مش عارفه، استنى بحط اللون كده الاول كده. برضو والله لون حلو جدا، ولكن انا عايزه اعمل اختراع. شوف استنوا لما ينشف، ولو في حاجه ممكن نغير اللون عادي قشطه. وبكده اكون خلصت. ده تقريبا الميك اب اليومي اللي انا بعمله. لو حبيت بزود حاجات بشيل حاجات زي ما انا عايزه على حسب المشوار اللي انا نازلاه. بس ده تقريبا اللي انا بنزل بيه. وانا بصراحه كنت ناويه ان انا اعمل الوان على بنكيات اكتر، بس مش عارفه نسيت ورحت عامله الالوان دي، بس حلوه برضو هتلاقي على اللي انا هلبسه. هقوم دلوقتي اجهز واوريكم انا هلبس ايه وانا نازله. تابعوا معايا لاخر الفيديو عشان انا خدتكم كده ونسيت اقول لكم، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وما تنسوش هروح ده الاوتفيت زي ما انتم شايفين، سكيرت باللون الابيض، شميز باللون الابيض وخط لبني. وكنت محتاره الطرحه تبقى باللون الابيض ولا اللبني، بس استقريت ان هي تبقى اللون الابيض. وعملت اختلاف او غيرت، دخلت روح على الاوتفيت، ان انا غيرت لون الشنطه مع لون النضاره زي ما انتم شايفين كده. بس ده كان الفيديو. لو حبيتوا الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. بحبكم قد الدنيا بحالها.